السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اصحاب واحلى متابعين في الدنيا. النهاردة ان شاء الله بمناسبة ان العيد داخل علينا هنعمل ان شاء الله الكبدة البلدي دي. معايا دهون صحية ليا على حتة فرشة بتاعة الخروف، هننزلها اهو في الصفرة مسخناها ومهدية النار. على فكرة مهدية النار خالص. هبتدي اشيح اللية كده مع الدهنة بالمنظر ده. هنهدي عليها النار ونسيبها تسيح خالص، وهنبتدي ننزل عليها الكبده اللي هي البلدي، وهنعملها بطريقه سهله قوي وطعم جميل جدا، من غير بصل من غير فلفل من غير ثوم من غير اي حاجه. يعني هتاكلي كبده طعمها خرافه، وفي نفس الوقت الدهون دي بيبقى طعمها جميل قوي في قلب الكبده. ما تقولوش يعني الرجيم والكلام ده، الدهون ديت يا جماعه صحيه مش مضره، يعني غير السمنه المهدرجه وغير الزيوت وغير الكلام ده كله. فاحنا هنخليها تسيح وبعد كده هننزل عليها بالكبده. بصوا لون الدهنه بقى عامل ازاي، هو ده اللون اللي انا عايزاه. سيلت اهي الدهون اللي فيها وبدات تاخد اللون الاحمر او الاصفر الهادي ده. هنزل عليها بقى الكبده، طعم بقى خرافه وحاجه بسيطه جدا، ولا بصل ولا غيره. ده كيلو الا ربع كبده عجالي انا مقطعاه وكان في التلاجة. هننزل بيه كده، ننزل ده كده اللي عايز اقطعه شرايح يقطعه، اللي عايز اقطعه مكعبات اللي انا عاملاه كده يعمله، بتبقى طعمها خطير وجميله جدا. متهديش عليها النار، مش عايزاها تبص ميه. انا بخليها يعني تشويحتين 3 كده وبص عليها، بيبقى طعمها تحفه. بصوا خدت لين معايا بسرعه ازاي. العيد بقى داخل، كل سنه وانتم طيبين. بقى الكبده واللحمه والفته هنعمل مع بعض كل الحاجات دي على القناه ان شاء الله الجديده بتاعتي. خليكم معايا وتستفيدوا بحاجات جميله قوي وحاجات حلوه قوي. وبعمل برضو اللحمه الضاني، في ناس كتير ما بتحبهاش، انا بقى بعشقها بحبها وبعملها بطريقه برضو حلوه قوي. مش هتخلي فيها ريحه زفاره ولا ريحه اي حاجه. واللي ما بيحبهاش يا جماعه مفيش مشكله، ياكلوا باللحمه الكندوز العاديه، مش مشكله يعني. بس انا بحبها وبحط الفلفل الاسمر بتاعها، بكتر لها الفلفل الاسمر برضو دي وابتدي اشوح فيها كده قبل ما تخش في السوا بحاجات بسيطه كده، واروح ضايفه لها حبه الملح. اسرع كبده هتعمليها واطعم كبده هتاكليها وعلى ضمانتي. في ناس كتير بيجيبوا كبده ويضيعوا طعمها بالبصل وبالفلفل وبالثوم والحاجات دي، لا اعمليها بالطريقه دي وانت مش هتخسري خالص. الطعم خرافه والريحه تجنن. وانا بعمل اهو سيبها بقى لمده 10 دقايق وهطفي عليها. طول ما انت واقفه كده قلبي فيها كده. الله على الجمال وعلى الريحه بقى، لو شميتي الريحه تحفه تحفه والله. الريحه جميله جدا والطعم هيعجبك جدا. جربيها بس بالطريقه دي، طريقه سهله خالص، اي حد هيعرف يعملها بمنتهى السهوله وما بتاخدش معانا وقت خالص. بكتير قوي 10 دقايق بس. طول ما انت واقفه قلبي فيها كده عشان كلها تستوي. الجزار حطيت لي فيها سلاوي، انا هسيبها شويه عشان خاطر السلاوي تستوي فيها. بصوا الدهنه يا جماعه، بصوا الدهنه جميله ازاي معاها. بصوا انا بقى بموت في الصوص اللي نازل منها ده، احلى من الكبده بكتير، بيبقى تحفه. وما تخافوش يا جماعه، يعني اللي بيخايف على نفسه على الرجيم يعني ياكل الكبده ويسيب الصوص، انا اكله مالكوش دعوه بيه، انا هبقى اكله معاكم.
هي كده خلاص دخلت على السوا. هبتدي احط لها شويه الملح بتوعها بالمنظر ده كده اهو، بس كده، واقلبها تقلبتين وهطفي. مخليكش معانا وقت خالص اهو، يعني انا يعني فصلت الفيديو يعني يجي دقيقه بس ولا دقيقتين. بصوا يا جماعه البيتزا تتكلم عن نفسها، والريحه بقى تجوع، والله الريحه تجوع وانا بعملها. جربي الكبده بالطريقه دي وانتوا على طول هتعتمديها وهتعمليها. الكبده المستورده بس هي اللي احنا ممكن نعملها زي بتاعت الشوارع اللي احنا او العربيات اللي احنا بنشتريها من العربيات من بره بالفلفل والثوم والخل والحاجات دي بنعملها. لكن الكبده البلدي هو ده احلى طريقه ليها تعمليها، دي احلى طريقه للكبده البلدي ومش هتندمي. لو جربتي الطريقه دي مش هتندمي. الصوص بقى يا لهوي على جماله، مش قادره اقول لكم. خلاص كده يا جماعه عليها كده حلوه قوي. الكبده ما بتقعدش كتير على البوتاجاز عشان خاطر ما تنشفش منك. كتير جدا او يعني لمده نص ساعه او كده على البوتاجاز هتنشف منك قوي. هي كده جميله، وبصوا لونها جميل ازاي اهو، لونها تحفه. وانا هبتدي اغرف اهو في الاطباق معاكم اهو عشان اقرب لكم بس لونها وشكلها، عشان الكاميرا برده مش جايباها واضحه قوي. بصوا يا جماعه، بصوا الصوص عيالي وجوزي بيتخانقوا عليه والله. بصوا ايه رايكم بقى؟ اللي تعجبها طريقتي في عمايل الكبده تخش تعملي لايك وتعمل اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اعملي الكبده بقى، كل سنه وانتم طيبين، العيد داخل بقى وكله فقير وغني، كله هياكل لحمه وهياكل كبده. اعملي الكبده بطريقتي دي ومش هتندمي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.